السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنقدم لكم أخبار الكرة المحلية والعالمية، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الأهلي يختتم مرانه اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا للقاء صن داونز غدا الأربعاء في الساعة 8 مساء. الخطيب يعود اليوم للقاهرة لحضور جنازة تيسير الهواري. الأهلي يطلق اسم تيسير الهواري على القاعة الكبرى بفرع التجمع الخامس. السنغالي عيسى سي حكم المباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي. الأهلي يفكر في التعاقد مع مهاجم في يناير في حالة استمرار الحالة السيئة لموديست. حضور 50,000 متفرج غدا في مباراة الأهلي وصن داونز. الأهلي يخاطب الكاف لإيقاف الأخطاء التحكيمية. أحمد شوبير ينفي رحيل عمرو السولية عن الفريق ويؤكد أنه أحد أعمدة الفريق الرئيسي. حسام البدري: أثق في تأهل الأهلي بدعم الجماهير. ياسر ريان: غياب شخصية لاعب الأهلي هو السبب الرئيسي في الهزيمة أمام صن داونز. أحمد بلال يؤكد حاجة الأهلي لمهاجم. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز: في حراسة المرمى محمد الشناوي. في الدفاع أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول. في خط الوسط مروان عطية، أليو ديانج، وإمام عاشور في حالة جاهزيته، وإذ لم يكن جاهز فسيكون طبعا بديله قفشه. في الهجوم بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات. يترقب مروان حمدي مهاجم المصري تحديد مصيره بعدما بدر منه تجاه الجماهير في مباراة بيراميدز. أخبار عالمية: ليونيل ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه. إيميليانو مارتينيز يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم. فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة سقراط للأعمال الخيرية في حفل الكرة الذهبية. جود بلينجهام يفوز بجائزة كوبا لعام 2023 كأفضل لاعب تحت 21 عام. مان سيتي يحقق جائزة أفضل نادي في العالم للعام الثاني على التوالي. هالاند يحصل على جائزة مولر لأفضل مهاجم وهداف في العالم. محمد صلاح يحقق المركز ال11 في ترتيب الكرة الذهبية كأقل ترتيب له منذ ترشيحه للكرة الذهبية. حقق الحارس المغربي ياسين بونو المركز ال13 في ترتيب الكرة الذهبية. وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.